بغاو يصفيوها لكريستيانو رونالدو. علاش بغاو يقتلوا هذا اللاعب هذا اللي هو مشهور عالميا؟ كل شيء غادي تسمعوه وغادي تشوفوه في هذا الفيديو. خليكم معنا وتبعونا حتى الاخير ديال الحلقه. في البداية مرحبا بكم وتبارك الله عليكم، ونبغيكم انكم تواصلوا في الدعم ديالنا، وشكرا على التفاعلات الكبيره اللي كنتلقاوها في هذه لاباج هذه. بالنسبه للموضوع ديال اليوم، كلشي كيعرف كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو هو لاعب من احسن اللاعبين في العالم، واللي ربح الكره الذهبيه في العديد من المرات. كلشي كيعرف بلي كريستيانو رونالدو متابع من طرف الملايين والملايين، وهو الذي يحتل المرتبة الأولى عالميا في عدد المتابعين عبر الانستغرام. وكلشي كيعرف باللي كريستيانو رونالدو كانت عنده واحد القضية سنة 2009 حينما اتهم يعني من طرف كاترينا مايورغا الأمريكية بالاغتصاب سنة 2009، ولكن بقوة أن كانوا عنده المحاميين بزاف والفلوس ديالو خلات بأن القضية تسد وتعلن البراءة ديال كريستيانو رونالدو. ولكن مؤخرا رجعت هذه القضية هذه، ورجع هذا الملف هذا تفتح من جديد بسبب ان هذيك السيده كاترينا ولات جبدت الملف ودعاتو للمحكمه، والمحكمه كتطالب باش ان رونالدو يجي ويجلس ويحضر في الجلسه. والسبب في هذا الشيء كامل هو هذيك السجده اللي كانت في الملاعب السعوديه، لان الماسونيه اي واحد كان ضدها فهي غادي تحيدو. انت كل شيء شاف اندرو تيت شنو وقع معاه، كل شيء شاف مايكل جاكسون شنو وقع معاه من بعد ما سجل اغنيه اللي كتدل في الكلمات ديالها على الدخول ديالو في الاسلام، وقبل ما تخرج الاسواق صفاوها ليه. كريستيانو رونالدو اختار السعوديه، دوله عربيه اسلاميه. رونالدو واش سلم ولا ما سلمش الله اعلم، ولكن كل التنبؤات كتقول بان كريستيانو رونالدو دخل الاسلام غير بدل هذيك الفرحه ديالو ولات بواحد الطريقه واحده اخرى، حتى يعني الميول ديالو الاولاد ديالو اللي كيقراو اللغه العربيه وبزاف ديال الحوايج اللي كتبين بان كريستيانو رونالدو فهو دخل الاسلام لانه كيعاون الفلسطينيين وكيدير اعمال خيريه وبزاف ديال الحوايج، وخلى العرب كلهم كيعشقوا هذا السيد هذا. والخوف او التخوف ديال هذه المنظمه من كريستيانو رونالدو وهو الاعلان ديال الاسلام ديالو، لان كريستيانو رونالدو الى على الاسلام ديالو فكونوا متاكدين ان الاتباع ديالهم كلهم غادي يتبعوه. وهذا هو اكبر خوف وتخوف عند هاد الماسونيه هذه، وبالتالي فان غادي يحاولوا انهم يقيدوه، وغادي يحاولوا بانهم يضغطوا عليه ويدخلوه للحبس وبزاف ديال الحوايج كما داروا مع الناس الاخرين. وانتم كتعرفوا هذوك الشخصيات اللي دخلوا في الاسلام كلهم كانوا محاربين، والمسار ديالهم اما الموت او السجن او انهم تخباو في مره كيتسمحاو. كريستيانو رونالدو كيبقى واحد من اللاعبين الكبار، واحد من اللاعبين اللي هيمنوا وثبتوا بالوجود ديالهم، واي حاجه غادي يديرها كريستيانو رونالدو فكتلقى الاتباع ديالهم اكيد انهم كيتاثروا بها. غير الشامبوان في الاشهار ديالو، غير اللباس ديالو، اي حاجه كيديرها فهما كيتبعوه. لذا فغادي نخليكم نتوما تعطيوني الاراء ديالكم حول هذا الموضوع في التعاليق، واي واحد عنده شي راي معاكس او مخالف او كيشاطرنا الراي نبغي نشوفوه في لا كومونتير. وتحياتي، وهذا اخوكم السيمو الطياش.